تفتكر مين أنقذ كنوز توت عنخ آمون من إنها تتنهب وتتهرب بره مصر؟ القصة دي بطلها مش أجنبي، مصري اسمه مرقس باشا حنا سنة 1924. وبعد سنتين من اكتشاف المقبرة اكتشف مرقس باشا حنا وكان وقتها وزير الأشغال إن العالم الإنجليزي هوارد كارتر مانع دخول المصريين للمقبرة وسايبها للأجانب والصحافة البريطانية بس. الرد كان حاسم، قفل المقبرة بأمر وزاري وشدد الحراسة عليها ومنع أي حد يدخلها من غير تصريح رسمي، حتى كارتر نفسه. الإنجليز اتجننوا والصحف البريطانية هجمته، لكنه كمل في طريقه ووثق كل قطعة جوه المقبرة ونقلها بنفسه تحت حراسة مصرية للمتحف المصري. لما اللورد كارنارفون حاول يرفع دعوة وياخد نص الكنوز بحجة الشراكة في الاكتشاف، طلع له مرقس بالرخصة الرسمية اللي بتقول التقسيم بيتم فقط لو المقبرة اتسرقت. ولأن كارتر بنفسه اعترف إنها سليمة كسبت مصر القضية وكل كنوز توت عنخ آمون بقت ملكها للأبد. مرقس باشا حنا كتب فصل فاخر من تاريخنا وحافظ على مجد مصر الذهبي من السرقة. النهاردة كل قطعة بتشوفها في المتحف المصري الكبير شاهدة على بطولته.